اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جاديليو سبورتس. معاكم محمد جد الله، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن مباراه نادي الزمالك وسموحه واللي انتهت بثلاث اهداف لنادي الزمالك مقابل هدف واحد. قبل اي شيء وقبل كل حاجه ما تنسوش تخبطوا اللايك الجميل وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان نستمر في كل جديد ان شاء الله الفتره الجايه. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في كل وقت وحين. فخلينا نتكلم طبعا مع حضراتكم النهارده ان الزمالك اسباب الاستفاقه. هل فيريرا فعلا لعب بتشكيل مظبوط؟ هل شيكابالا رجع لمستواه؟ هل الزمالك فعلا فيه فنيات كويسه ولكن هو رؤيه اللعيبه اللي بتاثر؟ كلنا نعرف ان شاء الله النهارده في الحلقه. يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده خلينا نتكلم مع حضراتكم ان الزمالك امبارح لعب تشكيله 4-3-3 ولعب بيه فيريرا. يعني نقدر نقول فيريرا رجع لصوابه مره ثانيه ولعب ب 3-4-3 اللي كان بيلعب بيها بدايه الموسم. لعب بالعناصر الكويسه، لعب بناس في عدد فلسفه التشكيل، لعب بجبهه كويسه بين زيزو وبين نيمار، لعب من ناحيه الشمال عبد الشافي وكان معاه شيكابالا وكان بيضم، كان في شغل فني كويس. لعب امبارح هنشوف حاجه امبارح، لعب باثنين ديفندرات، واحد ثابت وواحد طاير. كان ثابت دونجا وكان طاير سيف فاروق جعفر، فده بالتالي ادى استفاقه هجوميه للزمالك وفارق بشكل كبير جدا مع ان الزمالك بجانب برضه اللي كان بيلعب في بعض الحالات ب 3-5-2 كده. انا هوضح لحضراتكم في البورد بشكل مفصل. 3-5-2 كان بيضم زيزو مع الجزيري كمهاجم وشيكابالا يضم كجناح شمال ويبقى الخمسه مع بعض والاثنين جوه مهاجمين. فبالتالي الزمالك امبارح الحمد لله نقدر نقول ابتدى استفاقه مره اخرى. فيرا ابتدى يظبط بقى، يرجع لدنيته تاني، ابتدى فعلا بقى عدم الفلسفه بتظبط مره ثانيه. لما يتفلسفش ويمشي الدنيا كويسه كل حاجه تمام، كل حاجه بتمشي بكل سهوله. وزي ما اتكلمنا عنه امبارح في اللايف على الفيس ان الزمالك رجع لمستواه لان فيريرا عدم فلسفته في التشكيل ولعب كل واحد في مكانه ولعب العناصر فعلا اللي تليق بالمباراه وان هي فعلا في حاله جيده. عجبني جدا انه امبارح شارك المسلوسي، شارك عبد الله جمعه، شارك يوسف سامي النبي. تحس الزمالك بقى عنده عناصر اهو، يعني الدنيا بقت تحس ان في لعيبه كتير، في لعيبه كتير بتشارك، ففعلا المكسب يعني بيفوق الفرقه. وبالتالي انا شايف ان الزمالك يعني مش هقول الصفاقه، لكن لو عدى ماتش المريخ بسكور خلاص الزمالك بقى هيبتدي الحمد لله يرجع على التراك الصحيح ويبتدي يظبط الدنيا مره ثانيه. فانا بالتالي شايف ان الزمالك لعب امبارح بشكل كويس. فيريرا عدم فلسفته في التشكيل بشكل كويس، ظبط نص ملعبه ولعب بديفندر ثابت وواحد طاير، فرق بشكل كبير جدا. تسديد ليه دونجا امبارح يعني اضافه كبيره جدا اول مره نشوفها في الزمالك. لعب على الاطراف بشكل كبير جدا بين نيمار وزيزو، كانت جابها فيها قوي قوي. لعب جابها شمال كويسه لما نزل عبد الشافي ولما نزل يوسف سامي نبي. عبد الله جمعه مشاركته امبارح كانت ايجابيه. كلام كتير قوي قوي هنتكلم عنه مع حضراتكم فنيا في البورد، فيلا بينا نشرح فني على البورد. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بدايه كده زي ما حضراتكم شايفين على البورد الزمالك لعب امبارح ب 3-4-3. كان اللي عايز اوضحه لحضراتكم ان الزمالك امبارح بزيزو كان طاير بشكل كبير جدا وكان معاه نيمار جابها فايقه بشكل كبير اهو. الناحيه الثانيه كان بيلعب بيه، او في الناحيه الثانيه كان عبد الشافي بيطير على فترات وكان قدامه شيكابالا بيضم كصانع لعب لجوه، كان ساعات بيضم كرقم 10 وبيضم عبد الشافي او كان يزيد كدونجا. ده بدايه بشكل لعب الزمالك. برده الجزئيه الثانيه عايزين نتكلم عنها مهمه، ان كان دونجا ثابت امبارح وكان سيف سيف فاروق جعفر كان بيزيد. فبالتالي كان في شكل تكتيكي باين قوي للزمالك ان هو كان بيهاجم في بعض الحالات يوسف فاروق جعفر وكان بيضم كجزيري جوه وكان بيثبت الاجنحه بشكل كبير. كان برضو الجزئيه الثانيه عايزين نوضحها لحضراتكم، كان بيلعب ادي الثلاثه اللي ورا اهم، كان بيلعب بالخمسه ادي الثلاثه بتوع نص ملعب الخمسه، وكان بيخلي قدام في بعض الحالات بالجزيري وزيزو في اشكال من اشكال المباراه في بعض الحالات، وكان بيخلي شيكابالا يضم كصانع لعب كجناح شمال ويضم زيزو كاليمين. فكان في تكتيك قوي عالي قوي امبارح. الزمالك نقدر نقول لعب ب 3-4-3 وفي بعض الحالات لعب ب 3-5-2. ولكن عايزين نقول ان فيريرا فعلا لما لعب بجبهه نيمار وكان بيخلي زيزو يضم لجوه وكان نيمار مع كان الجزيري وكان شيكابالا يضم كمهاجم ثاني، فكان عامل جبهه كويسه جدا في ناحيه اليمين بشكل كبير وكان مخلي نيمار بدون حريه، كان بيرفع كان بيزيد. كان برضه عامل حريه تكتيكيه شيكابالا بعد ما كان بيجي في اليمين، كان بيجيب شيكابالا في اليمين ويخلي زيزو يروح في الشمال ويخلي في النص يزيد سيف فاروق جعفر وبيخلي جزيري جوه. كان زيزو بيروح في الشمال شيكابالا يجي في اليمين. حتى الجون الاول الثاني اللي جاي لما كان شيكابالا رفع الكوره حطها زيزو، كان زيزو داخل كمهاجم ثاني زي ما شفتوا حضراتكم. فكان برضه اتحولت ل 4-4-2 في حالات بسيطه. فبالتالي فيرا امبارح لعب بفلسفه عدم وجود فلسفه التشكيل، لعب في كل واحد في مكانه وخلى يقدر الجبهه حريه نيمار مع زيزو كان في جبهه كويسه، ادى الحريه التكتيكيه شيكابالا، ادى المرونه ليوسف فاروق جعفر بالزياده العدديه وصناعه اللعب، ادى الحريه لدونجا بالتسديد بشكل كبير جدا. وبالتالي الزمالك امبارح كان ظاهر بشكل كويس وهجومي كويس جدا. برده فوق كل ده حط رغبه اللاعبين رقم واحد في الفوز وعلى العوده مره اخرى للطريق الصحيح. فبالتالي ده التكتيك اللي لعب بيه فيريرا امبارح كان باين بشكل كبير جدا. عجبني برده جبهه عبد الشافي اللي قلنا لحضراتكم الى حد ما. كان عبد الشافي امبارح ما كانش عنده
يعني نقدر نقول كان متحرر بشكل كبير جدا، كان بيزيد جوه نادي مع الزمالك، وكان بيزيد كان شيكابالا معاه في نفس الجبهه، وكان هنا كان الجزيري، وكان هنا دونجا زايد الى حد ما كان بيغطي مكانه، وهنا دونجا لحد في بعض الفترات، وكان هنا بيزيد سيف فاروق جعفر، وكان هنا نيمار في الشمال. فالزمالك كان معظم الحالات كان كل دفاعه كله جوه مهاجم بنفس الطريقه دي، كان بيضم كده الجزيري، وكان الثلاثي بيهاجم، وكان بيثبت ثلاثه بس اللي ورا هم كان محمد طارق وعبد الغني و سعاد عبد الشافي. وبعض الحالات كان بيرجع بقى لما نزل اسمه ده لما نزل السيسي كان بيرجع ديفندر كسيرد باك تاني. فبالتالي الزمالك امبارح كان شكله كان بالشكل ده بالظبط، كان الثلاثي اللي ورا ثابت بشكل كبير جدا، وكان بيلعب بالباقي كله كهجوم وطاير. ولما نزل برده المسلوسي كان جابها اليمنى طورها بشكل كبير جدا، لما نزل يوسف اسامه نبيه عمل جابها شمال كويسه، لما نزل بعد كده رؤى والسيسي كان ماشي نص الملعب بيريح الناس. ففيريرا الحمد لله امبارح رجع لمساره الصحيح مره ثانيه. يعني لو كنا نعمل في الزمالك لعب الفلسفه دي في بدايه من بعد ماتش اسوان بعد الكبوه اللي حصلت، كان ممكن الزمالك ما يخسرش من الاهلي، ما يخسرش كل النقاط اللي حضرها دي، وكان رجع للتراك الصحيح مره ثانيه. فده الشكل اللي لعب بيه فيرا تكتيكيا وفنيا، وقدر يكسب بيه مباراه امبارح ويخلي الزمالك يكون في حاله احسن. فانا شايف الزمالك كان بيلعب بتكتيكه بعناصر في اماكنها، بتلعب بتكتيك الصح ليك اللي لايق على المباراه، بتقدر تكسب بشكل كبير جدا. فده شرحنا على البورد وازاي الزمالك لعب امبارح وكسب سموحه. طبعا سموحه مفيش كلام كتير جدا يتقال، هو كانوا عدم وجود تركيز بشكل كبير جدا. كان الهجوم بعدم كابتن محمد سامي كان مهاجم بشكل كبير جدا بعدم وجود يعني نقدر نقول تحفظ في الناحيه الدفاعيه، كان مهاجم ما كانش عامل حساب الدفاع، كان في عدم تركيز، اللياقه البدنيه لحد ما في سموحه ما كانتش عاليه قوي. ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان الزمالك كان افضل في المباراه فعلا امبارح، وكان فنيا اعلى، وكان تكتيكيا وشموته على الملعب كان في شغل واضح وتعليمات واضحه لفريرا امبارح. حتى فريرا امبارح في بعض اللقطات كان واقف على الخط بيه تعليمات كتير جدا باين ان هو عايز يعمل حاجه، فلما الراجل اتكلم وفي شغل بان كسبت. فلما يكون بقى في كيد اللي بيبقى موجود وقاعد على الدكه ومش بيتكلم، كابتن اسامه نبيه زعل، لما الدنيا بتهدى وكل واحد بيعرف دور الدنيا بتمشي بشكل صحيح. فانا شايف ذلك بقى اللعب بشكل كويس فنيا كويس، يعني نقدر نقول بدايه كويسه قبل العوده لافريقيا مره ثانيه والعوده ليها مره اخرى. فبكده احنا نكون وضحنا لحضراتكم فنيا الزمالك ازاي كسب امبارح وقدر يلعب المباراه، وازاي امبارح الزمالك رجع للغزاره الهدفيه مره ثانيه وكسب المباراه امبارح ب فيريرا واللاعبين والتكتيك اللاعبين. وكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وده صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم جدير سبورتس، واكونت جدير 99 على الانستجرام وعلى تيك توك. قبل ما الحلقه مع حضراتكم، انت شايف الزمالك فعلا ان شاء الله يرجع لمستواه في افريقيا ولا يرجع للكبوه مره ثانيه؟ لو عجبك الحلقه مش تبعت لنا كومنت على الحلقه وتقول رايك في السؤال اللي احنا قلناه. كما كان محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.